بابا، يا ماما، أنا جاية أتكلم النهاردة عن حاجة بتحصل في بيوت كتير، بس قليل جدا لما حد بيسمعنا فيها. الضرب. أنا مش جاية أقول لكم إنكم وحشين ولا جاية أشتكي منكم. أنا جاية أوصف لكم إحساسي وأنا بتضرب. كل مرة كف بينزل على وشي، مش بس بيوجعني، بيكسر حاجة جوايا، بيكسر ثقتي فيكم. أوقات بضرب بسبب كوباية اتكسرت، أو عشان نسيت الواجب، أو علشان رديته من غير قصد، بس محدش سألني مالك، ولا حد قال لي ليه عملت كده. أنا عارف إني بغلط، وأيوة أنا مش دايما بسمع الكلام، بس مش كل غلط محتاج وجع، ومش كل غلطة ينفع تتصلح بعصاية. أنا لما بتضرب مش ببطل الغلطة، أنا ببطل أكون على طبيعتي، ببدأ أتصنع، أتكلم بحذر، أمشي على أطراف صوابعي، وببدأ أقول اللي يرضيكم مش اللي حقيقي جوايا. في لحظة بتحصل بعد الضرب، لحظة الصمت، أنا فيها بكون ببص في الأرض، مش عارف أعمل إيه، مش قادر أفهم هل أنا اتكرهت ولا دي تربية. أنا صغير، بس في اللحظة دي بحس إني لوحدي في الدنيا، حتى لو حوالي ناس كتير. كل ما بتضربوني، كل ما باب بيني وبينكم بيتقفل، وكل ما الباب يتقفل أبدأ أروح لناس تانية، أصدقاء، موبايل، أي حد يسمعني حتى لو ما يستحقش. أوقات بعمل مشاكل بس علشان تاخدوا بالكم مني، بس بعدين بتضربوني، فبرجع أندم إني حاولت ألفت نظركم، فأختار أسكت وأسكت وأسكت لحد ما مبقاش عندي كلام، وببدأ أكذب، مش لأني كذاب بس لأني خايف. أنا في يوم قلت لماما إني مش عملت حاجة، كنت عملتها فعلا، بس قلت كده علشان كنت عارف إن الضرب جاي، مش العتاب. أنا مش بكرهكم، أنا بحبكم أكتر من أي حاجة، بس الحب اللي بيتوجع بيتعب. أوقات ببقى عايز أقرب منكم، أحكي لكم، أحضنكم، بس بخاف أقول يمكن لو غلطت تاني مش هتسامحوني. الضرب مش بيفهمني غلطتي، الضرب بيخليني أكره نفسي. أنا سمعت مرة إن في أطفال في بلاد تانية بيتربوا من غير ما حد يمد إيده، بيتربوا بالكلمة، بالحضن، بالصبر، بالحوار. ليه أنا ما استاهلش كده؟ ليه لما أغلط تقولولي أنت غبي؟ ليه بدل ما تعلموني تهزقوني؟ هو أنا وحش كده؟ أنا مش شقي، أنا بس طفل لسه بتعلم. أنا عايز أتربى، بس مش بالعنف. أنا مش حيوان، أنا بني آدم صغير، نفسي حد يفهمني من غير ما يوجعني. أنا بحلم بيوم أغلط فيه وتيجوا تقعدوا معايا وتقولولي فاهمين إنك لسه صغير وهنعلمك. أنا بحلم بيوم لما أكسر حاجة تبصوا على قلبي الأول مش على الأرض. أنا عايزة أكون كويس، بس ساعدوني أكون كده من غير ما تكسروني. لو اتعلمت الصح بالحب عمري ما هنساكم، ولو اتربيت بالخوف برضو عمري ما هنساكم. بس الفرق كبير بين الاتنين. في كل بيت في ملايين من الأطفال بيتمنوا مرة واحدة يتربوا من غير خوف. أنا مش بقولكم علشان تحسوا بالذنب، أنا بقولكم علشان نفسي العلاقة بيننا تبقى أجمل، علشان لما أكبر أكون فخور إني تربيت على الاحترام مش على الضرب. في الحلقة الجاية هنتكلم عن الكلمة، عن كلمة بتعلي وكلمة بتكسر. أنا طفل بس جوايا صوت كبير، وبيتكلم عن وجع كتير، بس لسه عنده أمل.